أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ما شاء الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما شاء الله ما شاء الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله فاسق. أحسنت. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله فاسق شيخ. صدق الله العلي العظيم. الله فاسق. هذه طريقتكم الخاصة حجي والعطر، وأسأل من الله يوفقك. وإحنا مسرورين الآن في قراءتك هاي الحلوة الطيبة، الله يجعلها من ميزان أعمالك إن شاء الله. وسلامي إلى سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام، وألف أهلا وسهلا في الكاظمية وفي بغداد وفي داري. أسأل من الله العودة والسلامة والتوفيق وقبول الأعمال إن شاء الله. الله يبارك فيكم. حجينا شنو رأيك الشيخ ماك أنه يقرأ بطريقتكم الخاصة العراقية؟ طبعا أنا سئلت أكثر من مرة السؤال هذا السؤال. كثير من القراء الشباب الآن بدأوا يقلدونه، ولا سيما جناب الشيخ مالك الشيباني قراءته مبدعة، وأنا أكون شاهدا عليه بأدائه وبعطائه. فعلا يقلدني بصيغة صحيحة وبأسلوب جديد طيب. وأيضا لا أنسى القارئ المبدع أيضا ملا هاني الخزعلي، نعم المندلاوي، هذا أيضا قارئ مبدع أيضا يقلدني. وأيضا القارئ ملا رائد القيسي. وكثير من الشباب الآن يتجهون إلى هذه الطريقة العراقية الأصيلة التي تدخل إلى القلب بدون استئذان، وهي القراءة التي كان يحبها ويعشقها أهل البيت عليهم السلام. كما قال الإمام الصادق عليه السلام: اقرأوا القرآن بالحزن كما نزل بالحزن. نسأل من الله إن شاء الله لكم التوفيق جميعا يا شيخ مالك وكل من يسمعنا من هذا المكان الطيب. بارك الله بكم.